مهندس عبد العزيز ريان والد شادي اللي خدوه هو مع اصحابه. لما انت راجل محترم كده ومتعلم وفاهم، سايب ابنك ليه البلاوي دي؟ بلاوي؟ انا مش فاهم حاجه. يا باشمهندس، احنا ما جبناش ابنك من وسط اصحابه او مع اصحابه. ابنك اتمسك متلبس في وسط عيال شمامين وضريبه. ايه؟ لطفك يا رب. شادي ابني ده عمره ما دخن سيجاره. شادي في ثانويه عامه وكمان متفوق. ابنك هيتعرض على النيابه كمان ساعه، عشان كده قعدت اجيبه. اساله بنفسك يمكن يرد عليك. ادخل. شادي بابا، حبيبي يا ابني. شادي قول لي كل حاجه بصراحه بوضوح يا ابني. حبيبي رد علي يا حبيبي، اتكلم. شفت؟ اديك سالته ما ردش عليك. ابوس ايدك، اكيد حد ضحك عليه. عمره ما يعمل حاجه زي دي. انا تعبت قوي في تربيته، عمره ما يعمل حاجه زي دي. يا باشمهندس ما تضيعش وقتك، ابنك هيتعرض على النيابه، يعني الحق قوم له محامي زي ما قلت لك. بس حضرتك بتقول متلبس، يعني راح في داهيه، يعني مستقبله راح، يعني شقى العمر كله بقى في الارض. سعادتك احنا مش كده خالص، احنا ما نعرفش الحاجات دي. اعملوا عليها تحريات، مش انتوا برضه بتعملوا تحريات؟ اسالوا عننا هتلاقونا عيله كويسه قوي ملهاش علاقه بالحاجات دي. ابوس ايدك، امي ممكن تموت وتروح فيها، احنا كلنا ممكن نضيع. البيت هيتهد. علي، بابا يا بابا. بص يا باشمهندس، اللي انا هعمله ده ضد القانون، لكن احيانا كتيره جدا القانون بيكون له قلب يحس ويفرق. انا هخرج ابنك من الليله دي خالص، بس ليها شرط واحد. أمر سعادتك وأنا أنفذ. تاخده من هنا على المستشفى، تعالجه، تقعد معاه، تتكلم مع ابنك، خد ودي معاه في الكلام، وفهمه إنه بعد كده ما يعملش حاجة تجيبه هنا تاني. متشكر لسعادتك. أنت هتعمل إيه؟ اتفضل اتفضل. يا ريت بدل ما تستهلك نفسك في بوس الايادي في لحظه زي دي خد بالك من ابنك. اتفضل بطاقة. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا باشمهندس.